بجد حرام نشتريه من بره، لان بنص كيلو دقيق بس تقدري تعملي اكتر من 30 رغيف من الفينو بطعم حلو جدا وبسيط واقتصادي. بدل ما تشتري كل يوم تقدري تعملي كمية وتفرزيها وتشيلها في الفريزر، تطلعها في اي وقت. عندك ما شاء الله اكتر من طفل، عندك طفل واحد مش عارفة تكفي احتياجاتهم، او مثلا الفينو كل يوم هتجيبي، فانت بنص كيلو بس هتعملي اكتر من 30 رغيف من الفينو. اول حاجة نزلت بمعلقة صغيرة من الخميرة، ونزلت عليها، انا جبت نص كوباية من اللبن ونستغنى عنها تماما، وحطيت عليها كوبايتين من المية. تمام. وبعد كده قلبتهم شوية وسبت المية مع السكر، وحطيت معلقتين من السكر، حطيت معلقتين من السكر ونخلت ده كويس جدا. اهم حاجة تدخلي الدقيق كويس علشان خاطر يدوكوا نتيجة حلوة جدا، حاجة هشة خفيفة. وهنزل بمعلقتين من الزيت. تمام. هعمل بس كده خليط في الاول، ان احنا نخمر العجينة. نعملها بطريقة بسيطة جدا. اللي ما عندوش لبن يقدر يستخدم الخطوة دي من غير لبن خالص. هيطلع محمص، مش هتحط عليه، بيطلع اللون الذهبي، مش هتحط عليه ولا بيضة ولا معلقتين من اللبن ولا اي حاجة. بجد طريقة حلوة جدا. بعد كده البولة كانت عندي ضيقة، فرفعت البولة اكبر، وهستخدم بالسباتشر على طول، وهفضل اقلب بيه. اول ما خلاص مش هتنفع بقى، محتاجه عجن، هرفع على طول معلقه واروح عجنه بايدي. هي العجينه بتلزق بس، فانا هنزل عليها كمان بباقي الدقيق. ده نص كيلو دقيق، خد مني كوبايتين ونص من المية اللي هي الكوبايات المعيارية، ونزلت عليها بذرة صغيرة جدا من الملح، وعجنته كويس جدا. اهم حاجة عشان تاخدي عجين كويس وتاخدي فينو او تاخدي اي معجنات او اي مخبوزات، تعجنيها كويس جدا هتديكي احسن نتيجة. بعد كده هفضل اعجن لغايه ما المها معايا وملمسها يبقى ناعم، وما خدتش معايا اي وقت، وبيتعمل كله ما بيكملش ساعه، هو بياخد بس وقت عشان الخمر. وتعجن، اهم حاجه تعجني جدا. لو لقيتي العجينه بتقطع في ايدك ولسه بتشديها كده بتتقطع، لا هي كده محتاجه عجن، وتفضلي تعجني لغايه ما تبقى العجينه ملمسها ناعم كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنسيبها على جنب تختمر حوالي، في الحر ده مش هتاخد نص ساعه. واهم حاجه نكورها كويس جدا ونلمها ونحطها في البوله ونسيبها ترتاح شويه. ونقدر كمان نستخدم، يعني ما شاء الله نقدر نصغره ونعمل من نص كيلو بس اكتر من 30-40 رغيف من الفينو. دخلت المدارس وكل يوم ما شاء الله الاولاد عايزين. لو انت عملتي كميه او عملتي كيلو كامل وفرستيه وشربتيه في الفريزر على قد استخدامهم كل يوم، مثلا تجيبي اكياس تلاجة. اول حاجه بس هسيبه يرتاح كده لغايه ما يتخمر، تجيبي اكياس تلاجة وتشيلي على الاقل 4 حسب احتياجاتك انتي، وتشيليه في الفريزر وتطلعيه كل يوم كده اكنك لسه عاملاه دلوقتي اهو. بجد سهل وبسيط جدا، بدل ما تطلعي تشتريه من بره بمبلغ، او هو مش مبلغ ولا حاجه، بس في حاجات تانية كتير فتقدري تستخدمي الوصفه دي. بجد هتغنيكي عن العيش، عمرك ما هتفكري تشتريه من بره خالص. هتقولي لي بياخد وقت، ما بياخدش وقت، هتعرفي تعمليه حتى في الفرن الكهربائي من غير ما تفتحي الغاز وتضيعي الانبوبه، او هتستخدمي او هتستهلكي غاز كتير. تقولي ما انا هستهلك غاز كتير خالص، تقدري انا مطيباه ده في في البوتاجاز الكهرباء، وما شاء الله طلع احمر وطلع كويس جدا ووشه مذهب وتمام جدا خالص. بعد كده كورتهم، هفضل اكور كده واقطع كده كور صغيره، وكمان لو صغرت اكتر من كده زي ما قلت لكم هيطلع لي اكتر من 30 او 40 واحد فينو. بعد كده انا عملت 6 كبار وخمسة صغيرين، وما شاء الله هتشوفوا كمان الصغيرين هيبقى اكبر من كده. والفينو اللي هو الكبير بجد ما شاء الله لو جبناه من بره ده هيبقى ب5 جنيه. بجد اول حاجه هنفرده كده معاكم. جبت واحده بعد ما ارتاح على طول، بعد ما قطعت اول واحده قطعتها، رجعت لها تاني وفردتها على طول. بتفرديه وترجعي كده تبرميه تاني وتعملي رول، وتقفلي من تحت كويس. شوفوا سمكه قد ايه، شوفوا بعد ما يرتاح هيخمر وهيزيد حجمه قد ايه. جبت الصينيه دي، دهنتها بمسحه زيت كده بسيطه، وقفلت الجنوب والثوم كويس جدا. وبعد كده هفرد معاكم التانية، افردها كويس جدا وهرجع المها. بسيط جدا، ما بياخدش وقت بجد، ومش مكلف خالص. هما حبة دقيق ومية
وهتعملي احلى فينو. وهعمل معاكم ما شاء الله. عملت التانية بتتفرد خالص بكل سهولة. تعرف من العجينة معجونة كويس وريحتيها كويس واختمرت كويس، هتتفرد معاكي مش هتحسي بيها نهائي. بعد كده اهم حاجه نقفل من تحت عشان ما يفتحش معانا لما يخش الفرن، وفي نفس الوقت ما نخلوش يخمر زياده عن اللزوم عشان لما يخش الفرن ما يبطش مننا، وريحه الخميره نفسها ما تبقاش في العجن او في رغيف الفينو نفسه. هفرد معاكم انا ما شاء الله، يعني وريتكم الخطوات كلها. سهل جدا وبيتقفل بكل سهوله. وتقدروا كمان تقدروا كمان تفردوه وتحطوا فيه حشوات وتعملوه كده اللي هو الساندوتش الصغير، بس تطلعي تحشيه جبنه ولانشون والحاجات من دي او زيتون او اي حاجه، وتبرميه وتشيليه في الفريزر عادي. هيطلع ساندوتش وتريحي دماغك خالص من فطار الصبح. يا دوبك تقومي من النوم تحطي لهم كل واحد 2 أو 3 حسب ما بتدي، وتحطيه في شنطته. عقبال ما هيوصل المدرسه هتلاقيه فك ويفطر بيه، ولا تشغلي بالك بالفطار خالص. وما شاء الله بيقطع كميه كبيره جدا. وعملت معاكم والصينيه التانية انا عملتها، ولا هتحطي على وشه بيض ولا معلقه من اللبن ولا اي حاجه. بليت فرشه من الميه الاول، وبعد كده رحت نازله عليهم برش السمسم. واللي تلاقيها السمسم ما بيلزقش عليها هترجعي عادي تاني تديها مسحه بسيطه من الميه وترجع ترش السمسم. هتمسك بكل سهوله وهيطلع. واول ما يخش الفرن انا بفتح الفرن على اعلى درجه الحراره، يعني قبل ما اشتغلت بعد ما عجنته وسبته عشان يخمر، فسبت الفرن شغال طول الوقت ده. ما شاء الله شوفوا ازاي، يا دوبك بس بميه يعني، وحطيت على وشه ولا بصفار بيضه ولا معلقه لبن ولا نسكافيه سريع الذوبان خالص، بميه وحبه صغيرين من السمسم. وما شاء الله هوريكم القلب بتاعه من جوه بجد ما شاء الله. يعني الصغير ده بس احنا بنجيبه من بره بجنيه. يعني شوفي انت لو وفرتي وعملتي 30 واحد من نص كيلو بجد اقتصادي جدا وما شاء الله وهش وخفيف. وبعد ما يطلع من الفرن لازم اهم حاجه تجيبي فوطه مبلوله او فوطه تكون منديه وتغطيه بيها على الاقل 10 دقايق. هيفضل معاكي طري لغايه اخر لقمه هتاكليها، هيفضل كأن